ازيكم عاملين ايه؟ معاكم زياد حسام. النهارده حلقة جديدة. معانا سيمبا عنده مشكلة في ايده زي ما انتوا شايفين كده، حاجة زي لين العظام. بعد ما عملنا أشعة ورحنا لدكتور فادي، شخص الحالة زي ما انتوا شايفين كده. الدراع الشمال هو اللي سليم والإيد اليمين هي اللي فيها مشكلة، زي ما أنا هوريكم دلوقتي بالتفصيل. ده كده صباع الكلب عشان محدش يفتكر إن ده طرف أو حاجة مخلوعة، ودي الأربع صوابع التانيين الأساسيين اللي في كف إيد الكلب. الأربع صوابع دول مطرح الخطوط اللي أنا هعملها كده، المفروض الصوابع دي تكون مستوية، يعني صباع مش متني يمين أو متني شمال. زي كده بالظبط. احنا بقالنا فترة ماشيين على علاج حسب ال3 أسابيع ولا حاجة، بس الخوف إن كل ما الكلب بيكبر الموضوع ده ممكن يثبت معاه. فاحنا بنحاول نعالجه من دلوقتي عشان ما يثبتش مع الكلب. زي ما انتوا شايفين، أول ما نسيب إيده بتلاقوا الساعد عنده تاني أكتر من اللازم، يعني اتحرك حركة أكتر من الطبيعي. تمام. فلازم الجنب ده يثبت شوية. عشان كده الدكتور دكتور فادي طبعا عمل له كبيرة زي ما هتشوفوا كده النهاردة بإذن الله، عشان نقدر نثبت الحتة بتاعة الساعد، عشان الكلب نفسه ايده متتحركش، وبرضه هيفضل ماشي على العلاج والمقويات والفيتامينز. وطبعا لازم ياخد حاجات فيها كالسيوم عشان الموضوع ده يشد شوية في ايده. في الحالات اللي زي كده بنبدأ ندي للكلب حاجة اسمها في دروب، دي قطرة بياخدها عن طريق الفم. بياخد قطارة كل 24 ساعة. الموضوع ده يعني في كلاب بياخد معاه وقت، وفي حاجات بتخف بعد أسبوع، بس هو يعني رينج أسبوع 15 يوم بيبدأ الكلب يخف ويرجع زي الطبيعي بالظبط. الجبيرة دي ما بنعملهاش غير في حالة إن الكلب ما استجابش للعلاج في الفترة الأولى. والكلب زي ما انتم شايفين سيمبا الله أكبر، من الكلاب البولي إكس الجميلة جدا. كلب فيه طاقة ولسه في سن برضه صغير، بيبدأ يتحرك كتير، بيحمل على إيده أكتر من اللازم. ده اللي خلى الموضوع يسوء. إنما لو كلب ما بيحملش على إيده أو كلب ما بيتعفاش على نفسه، تمام، ممكن الموضوع يخف ويستجيب للعلاج على طول. إنما لو كلب بيتعافى على نفسه وبيدوس عليها بالعافية زي سيمبا كده، يخلي الموضوع يزيد معاه. فالجبيرة هتبقى حل، وحل كويس جدا ان احنا نثبت دراع الكلب او نثبت الساعد بتاعه، بحيث ان هو ميقعدش يتحرك كل شوية زي ما انتوا هتشوفوا كده بالظبط. طبعا احنا هنا بنثبته زي بستيك او خشبة صغيرة، عشان ال... زي ما تقولوا الجبيرة تبقى واخدة وضع كويس وإيده ما تتنيش، عشان لو احنا جبسنا غلط أو عملنا كبيرة غلط هنبقى ما استفدناش أي حاجة. فلازم نعمل صح. بنثبتها بخشبة زي كده من قدام ومن ورا، بحيث الساعد نفسه يكون مظبوط على عدلته الطبيعية زي ما انتوا هتشوفوا بعد ما الجبس ينشف بإذن الله. هتشوفوا برضو كل خطوة بخطوة كده مع دكتور فادي. وهسيب لكم رقم دكتور فادي دلوقتي قدامكم على الشاشة، لو أي حد محتاج أي حاجة يكلمه على طول. مجرد بس إن هو يقوله من طرف زياد حسام هيعمل معاه فوق الواجب وزيادة بإذن الله. نكمل الحلقة سوا، وبرضو كل ما ألاحظ أي حاجة كده هقول لكم عليها بالتفصيل. وعلشان تبقوا عارفين، الكلب هنا بيكون متخدر، تمام، بس مش بيكون واخد نسبة كبيرة من البنج، بتكون حاجات بسيطة قوي بحيث الكلب يكون فتح عينيه ويكون شايف. بس طبعا بنخدره عشان الكلب يبقى هادي ما يقعدش يتحرك، نعرف نجبسه بطريقة صحيحة. والرباط اللي بنلفه دوت الجبس الجاهز، مجرد بس احنا هنبله في مية، نبدأ نلفه حوالين الشاش او القطن اللي الدكتور حاطه على ايد الكلب ده، يبدأ يجمد ويبقى زي الجبس بالظبط. وعامة البنج هنا مش بيكون حاجة أساسية، بس نبدأ نديله الكلب لو كان بيعمل حركة زيادة عن اللازم عشان نهدي الكلب بس ويهدى. تمام. والله أكبر، الكلب برضو يعني وزنه مش قليل، 9 كيلو، فحاجة ما شاء الله يعني. أسباب لين العظام. لين العظام ده ممكن يحصل بسبب الرطوبة أو السقعة. الكلب ما شاء الله جسمه كويس، وزنه كويس، مش ناقصه أي فيتامينات ولا أي معادن، عظمه سليم، بس ده بيحصل بسبب الرطوبة أو السقعة، أو إن الكلب ما بيتعرضش للشمس. ومعنى كلمة إن الكلب ما يتعرضش للشمس هنا، إن الكلب مش بيشوف الشمس خالص، فلازم الكلب يشوف على الأقل الشمس نص ساعة في اليوم. برضه ما تكونش شمس قاسية أو شمس حارقة، يعني احنا بس مجرد ما بنديله شمس وشم هوا نضيف وكده وتغيير جو مش أكتر. وهنا دكتور فادي بيضغط على إيد الكلب عشان يخلي الجبس ياخد شكل إيد أو كف الكلب بالظبط، عشان ما يكونش برضه في ألم، والكلب يعرف يدوس على إيده ويتحرك حركة طبيعية. وبعد كده بنبدأ بقى ننشف الجبس بسشوار أو حاجة تقدر تنشفه بسرعة،
عشان الجبس يشك ويثبت على ايد الكلب. عليه بص اتجاه سليم. ايوه. وهنا الحمد لله بعد ما خلصنا والكلب بدأ يفوق والجبس بدأ ينشف، الحمد لله الكلب بقى يتحرك عليها عادي. هنتابع بعد 15 يوم بالظبط مع دكتور فادي بإذن الله، ونعمل أشعة تانية ونشوف الكلب بقى عامل ازاي بعد العلاج. ان شاء الله يكون احسن. كان معاكم زياد حسام، مع السلامة. شرب ناخد 3 سم كل